سنين كتير عدت على مهرجان الأوسكار، المهرجان الأشهر بين كل المهرجانات السينمائية، واللي بيعتبر واحد من أهمهم بالنسبة لصناع السينما. احتفال سنوي مستمر بدأ سنة 1927 ولحد النهاردة، وكل محبين السينما بيستنوه. في جوائز كتير قوي زي أوسكار أحسن فيلم وهي أهمهم، وأوسكار أحسن فيلم رسوم متحركة، وأوسكار أحسن أغنية أصلية، وكمان أوسكار أحسن ممثل وممثلة. وده اللي جاي اتكلم عنه النهارده. لو انت مهتم بمجال التمثيل او حتى غير مهتم، اكيد وانت نايم على السرير كده جه في بالك السؤال اللي هو برضه جه في بالي: يا ترى هل ممكن في يوم من الايام اكسب جايزة الاوسكار؟ وفي الحقيقة انا قررت اني ادور في الموضوع واشوف هل فعلا ينفع ولا لا. فيلا بينا نشوف ازاي تكسب جايزة الاوسكار. جايزة الأوسكار لأفضل ممثل أو جايزة الأكاديمية لأفضل ممثل بيتم منحها سنوياً من خلال أكاديمية الفنون وعلوم الصور المتحركة. هدفها تكريم الممثل اللي أدى أداء استثنائي في دور البطولة لأحد الأفلام. وراحت الجايزة دي لأول مرة في حفل الأكاديمية الأول واللي اتعمل في سنة 1929، وفاز بيها أميل جانينجز. كان في فيلم اسمه The Last Mission. في الحقيقة بيتم تحديد المرشحين عن طريق تصويت من قبل الأعضاء الممثلين في الأكاديمية، وفي سنة 1937 تم حصر الترشيح لحد 5 مرشحين في كل سنة. من بداية الاحتفال لحد دلوقتي تم إهدائها ل 79 ممثل، ويعتبر دانيال دي لويس هو أكتر الممثلين حصولا على الجائزة برصيد 3 جوائز أوسكار. ولكن خلينا نكون أكثر صراحة مع بعض، فكرة إنك تاخد الأوسكار مش هي المقياس، أصلا ترشيحك ليها في حد ذاته فخر كبير. فيا ترى مين هم أهم 4 ممثلين اترشحوا وفازوا بجائزة الأوسكار؟ رقم 4 جاك نيكلسون، اترشح ل 12 أوسكار وفاز ب3 عن فيلم One Flew Over the Cuckoo's Nest و Terms of Endearment و As Good As It Gets. رقم 3 ماريل ستريب، وترشحت لحوالي 21 جايزة أوسكار. ماريل ستريب انت اكيد شفتها قبل كده او اتفرجت لها على افلام او حتى سمعت اسمها كتير. هي تقريبا اكتر انسانة اترشحت للاوسكار وفازت ب3 اوسكارات عن فيلم ايرون ليدي وسوفي's تشويس وكيرمر فيرسس كيرمر. رقم 2 دانيال دي لويس، اكيد انت عارف، اترشح 6 مرات وفاز ب3 منهم. صاحب الميثود اوف اكتنج واللي دايما بيطبقها في كل ادواره. فاز ب3 اوسكارات عن افلام ماي ليفت فوت و There Will Be Blood ولينكولن. وفي المركز الأول أكثر ممثلة خدت جايزة الأوسكار هي كاثرين هيبر، اترشحت ل 12 أوسكار وفازت ب4 أوسكارات عشان تكون أكثر إنسان حصل على جايزة التميز في البطولة من الرجال والنساء في حفل الأوسكار عن أفلام Morning Glory و Guess Who's Coming to Dinner و Line in the Winter و On Golden Pound. حسيت باللي حسيت أنا بيه؟ فرق السما والأرض بين الناس اللي كسر الأرقام القياسية أو الترشيحات زمان والترشيحات دلوقتي. في فجوة كبيرة بين لجنة أعضاء الأكاديمية والجمهور، ومع الوقت الموضوع أصبح شبه متوقع وباهت وملوش أي لازمة. تحس إن في بعض الأفلام كده بتقول إنها معمولة عشان تكسب الأوسكار مش عشان ترضي الجمهور بفئاته. انت مع الوقت ومع كتر الفرجة على أفلام ومسلسلات بيتبني عندك حس كده بيخليك تقدر تميز الأعمال اللي هي إنتاج نتفليكسي، هوليوودي، راديكالي، برجماتي، عبثي، واقعي في حياتي. الموضوع أصبح متوقع، يعني شوية فرجة على أفلام على شوية قراية في الصناعة وهتلاقي الموضوع معاك بقى سهل وبسيط. ده بالنسبة للأفلام وصناعة الأفلام. طب وبالنسبة للممثلين، خلينا نتكلم أكتر عن الممثل، الجندي الغلبان في الفرقة اللي كل مجهوده مربوط بشكل كبير بمجهود بقية الفريق، لأن لو شغله ما اتعرضش كويس هو خلاص لبس في حيط. طب إزاي؟ يعني إزاي ينقذ نفسه؟ إزاي يفوز بالأوسكار؟ مبدئيا كده خلينا متفقين إن صعب قوي تعمل ده لوحدك، لازم يبقى معاك مخرج شاطر وشركة منتجة كويسة. صعب قوي تروح تمثل في فيلم بوب كورن أو تجاري وتتوقع إنك تفوز بالأوسكار. الموضوع محتاج شوية مجهود. خلي بالك إنك هتشتغل مع مين وإمتى، واختيار السيناريو بتاعك والدور بتاعك كويس قوي. مش مهم حجمه لأن في كذا أوسكار تمثيل، ولكن المهم القضية اللي بتناقشها. لازم تجيب حاجة من الحياة ويبقى بينها وبين القضية عامل ربط كويس. ولكن دي بعض التركات لأفلام المهرجانات. بس هل الأوسكار بتمشي بنفس الطريقة؟
احترم منك السؤال ده، يعني بجد بجد احترمك جدا في السؤال ده، لان ده يدل ان انت شخص بتفكر كتير. واقول لك لا، شفت كل اللي انا قلته ده مش طول الوقت كان له علاقه بالاوسكار، او خلينا نقول ان الموضوع ابتدى يتغير شويه اخر كام سنه. انت ممكن تفوز بجوائز في مهرجانات كتير قوي، ولكن بعيده كل البعد عن الاوسكار. خلينا متفقين ان الاوسكار فضلت لفتره طويله الدنيا مش احسن حاجه، ولكن اخر حوالي 3 سنين او سنتين في حاجات كتير اتغيرت. الموضوع على فكره مش معتمد خالص على التكنيكس السينمائيه، ولا حتى القصه، ولا حتى الكاست اللي معاك. حتى لو بتناقش قضيه بسيطه في المجتمع، او قضيه في مجتمع مهمش، هتطولك الأوسكار. ومن هنا بقى الأوسكار زيه زي أي مهرجان. نرجع لموضوعنا، خلينا ما ننساش هدفنا الرئيسي، أوسكار أحسن ممثل. الموضوع مش معتمد خالص على البادجت اللي معاك، لازم يكون الفيلم مركز أكتر عن الحرفة نفسها. وعندنا مثال قوي جدا زي فيلم كودا، فيلم بسيط ولكنه مبهر وبيثبت لك إن اللي اشتغلوا عليه متمكنين كويس قوي من شغلهم. أو فيلم Everything Everywhere All at Once، من وجهة نظري ده أكتر الأفلام اللي أثبتت إن الأوسكار اتغيرت في معاييرها. فيلم مبهر بكل المقاييس، غير متوقع بالمرة وغير مربوط بأي قواعد. بس هل معنى إن هي اتغيرت إن هي بقت أكثر عدلا؟ في الحقيقة في النقطة دي معرفش، لأن ده موضوع يطول شرحه وفي ناس كتير اتكلمت عنه تقدر تبقى تسمع منهم. الأزمة كلها متوقفة على حسب انت شغال فين وليه وهدفك ايه. طب هل فعلا السياسة ليها دخل؟ في الحقيقة السياسة يا صديقي متدخلة في كل حاجة في حياتنا، حتى في صناعة السينما وفي العالم كله، مش عندنا احنا بس. وأكيد في بعض الأسرار والخبايا في المقاييس لترشيحات الأوسكار. طب هل أنا من مصر أقدر أسافر بفيلمي للأوسكار؟ في الحقيقة الموضوع مش سهل خالص خالص خالص، لأن مش عارف ليه إحنا مش حابين نرشح أي عمل من أعمالنا للأوسكار. هل ينفع التواصل المباشر بين صناع العمل والأوسكارز؟ طبعا ينفع، ولكن الدنيا مش بتبقى متسهلة لك قوي صدقني. بعد كل اللفة دي انت برضو مجاوبتنيش، اعمل ايه لو عايز اكسب اوسكار احسن ممثل؟ زي ما قلت لك، اهتم بالسيناريو اللي في ايدك، الشركة المنتجة، اسم المخرج، وخليك صادق في اللي انت بتعمله. بس هل في الحقيقة ده هيكسبك اوسكار؟ ما اظنش برضو. في نهاية الحلقة اللي عايز اقوله لك ان الموضوع مش معتمد خالص على الجوائز ولا الاوسكار. ياما افلام بنعرفها بتكسب جوائز وتحقق ايرادات وتكسر ارقام قياسية، ولكن بمجرد مرور الزمن عليها بتتنسي. بالنسبة لي اكبر آية في الموضوع ده كله هو فيلم فايت كلاب. اتفرج على الناس كانت بتقول ايه عن فايت كلاب زمان، وشوف الناس دلوقتي بتقول ايه على فايت كلاب. I'm tired, boss. Tired of being on the road, lonely as a sparrow in the rain. I'm tired of never having me a buddy to be with, to tell me where we's going to. مش مجرد كلام انشا وخلاص، ولكن يا صديقي السينما هي افضل لغة تعبيرية حديثة. وفي الحقيقة أنا عمري ما شكيت في كلمة إن السينما للجمهور. أنت لو سألت أي صانع أفلام فعلا بيحب الصناعة وسألته أخيرك ما بين إن 8 مليار إنسان اللي على كوكب الأرض يشوفوا الفيلم بتاعه ولا يكسب الأوسكار، أنا أختار إن 8 مليار إنسان يشوفوني أحسن، لأن هو ده الهدف في النهاية. أنت هدفك إن أكبر عدد من الناس يتفرجوا عليك ويقولوا رأيهم. تخيل أنت معاك 8 مليار رأي سلبي وإيجابي من عقول مختلفة وبيئات مختلفة وثقافات مختلفة. بص على نفسك، انت ممكن يكون معاك حصيلة معلومات تخليك الفيلم اللي بعده يكون واحد من أقوى الأفلام اللي ممكن تتعمل في الدنيا، لأن الإنسان ما بيتطورش إلا كده لما يعرف نقط القوة بتاعته ونقط الضعف بتاعته. وبس كده، دي كانت حلقة صغيرة عشان نعرف إزاي نكسب الأوسكار. في الحقيقة أنا برضو معرفش وما كنتش حابب أعرف ومش مهتم أعرف، ولكن لو انت عندك طريقة كويسة ومميزة نقدر نكسب بيها الأوسكار فطبعا اكتبها لي في الكومنتات عشان نروح نكسب أنا وانت الأوسكار. وبس كده، شكرا.